إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا بدءا من الآية 18 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح النور والسرور، صباح الفل وصباح الطاقة الإيجابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. جيت لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. وحشتوني جدا من آخر فيديو انا نزلته، انا عارفه ان انا اتأخرت عليكم، بس صدقوني والله العظيم غصب عني، والناس القريبين مني عارفين كده كويس. هنتكلم مع بعض كتير في الفيديو، بس يلا كده لو اول مره تشوفيني تشجعي معايا، حطي لي لايك، ولو حبيتيني اشتركي في القناه، حطي لي كومنت يشجعني يا قلب اختك. النهارده روتين تشجيعي كده، نظفت كده البيت وعملنا اكل ويعني وطبقت الغسيل، ولو وراكي اي حاجه قومي يلا كده وتشجعي معايا وصلي على النبي كده واستعيني بالله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب، فالصلاه على الحبيب مسك وطيب. وحابه اشكر اخواتي وحبايب قلبي اللي انضموا جديد واللي موجودين معايا في القناه. تعالوا بقى النهارده كده اقول لكم عملت ايه في البيت، ويلا كده نتشجع مع بعض وناخد طاقه ايجابيه. بصوا بقى كده، النهارده كده اول الاسبوع، فلازم نكسر الملل ونكسر الكسل اللي احنا بنبقى فيه طبعا، والشتا داخل علينا بكسله بقى. فيلا كده هنحدد لنفسنا 15 دقيقة او 20 دقيقة، ساعة، اخرنا ساعة خلاص. المهم بقى هنعمل ايه في ال 15 دقيقة دول؟ هنكسر الكسل ونظبط البيت كله مع بعض. قبل ما نبدأ كده هنشغل التايمر. انا داخلة الغرفة دي قدامي 5 دقايق بس فيها كده، اعدل السرير واطبق البطاطين، او مثلا اهوي البطاطين لو الجو حلو كده، اطلعها البلكونات البطاطين وايه، واظبط الدنيا فيها، كنسة كنسة بسيطة كده بالمكنسة او بالمكنسة العادية، يعني تظبطي الدنيا كده في الغرفة اللي انت قمتي من النوم فيها، وفتحي شبابيكك وكده عشان الهواء يدخل وتجددي طاقتك. تمام. اول 5 دقايق هتلمي كل حاجه مش في مكانها، هترجعيها بسرعه من غير ما تفكري. وتاني حاجه تركزي على مكان واحد بس. انا هبدا بقى بالمطبخ، انا هبدا بالريسبشن، انا همسح مسحه سريعه كده، تنظيف خفيف يدي يعني احساس نظافه كده للغرفه اللي انت هتعمليها. لو كل غرفه خدت منك 10 دقايق هتبصي تلاقي نفسك خلصتي البيت كله في نص ساعه، من غير بقى ولا مثلا لا انا كسلانه، لا الدنيا شتا، لا انا عايزه اشرب حاجه سخنه واقعد، لا مش عارف ايه. لا، لو كل يوم هتعملي حاجه كده هتلاقي نفسك ظبطتي الدنيا قبل دخول رمضان كمان. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير. والنهارده 1 رجب، يا رب يعني يجعل ايامكم كلها كده فرح وسعاده، ويا رب كده يجعل الايام الجايه كلها خير، ويا رب يعني يبلغنا كده رمضان لا فاقدين ولا مفقودين فيه. يعني وانت بقى كده بتشتغلي في البيت كده اثناء شغل، تقولي لنفسك جمل بقى ايه تحفيزيه، ان شاء الله انا هخلص، النهارده انا عملت انجاز، ان شاء الله هنجز المطبخ بسرعه، يعني خلصت. شوف بصي شايفه الفرق يعني من اللي انا عملته، بصي الرخامه دي انا مسحتها الرخامه بتلمع، يعني ايه، قولي لنفسك كلام حلو، يعني هوني على نفسك، والله العظيم هتلاقي الدنيا حوالين منك حلوه يعني. يعني ايه، فرحي نفسك بنفسك من الاخر كده. المهم بقى كده يعني وانت بقى كده بتقولي، يعني وانت بتروقي البيت مثلا تقولي سبحان الله وبحمده، الله اكبر، تذكري الله، تصلي على الرسول، اللهم اجعل بيوتنا عامره بذكرك ونظيفه بفضلك ومرتبه براحتك، وبارك لنا في تعب ايدينا يا رب العالمين. ودعاء كده تقوليه كده بسيط، يا رب وانا يعني وانت بتنظفي بيتي تقولي يا رب نظف قلبي من الهم ووسع صدري، وبارك لي في وقتي وجهدي، وبارك لي في بيتي وفي صاحب بيتي وفي اولادي. وبصوا اهم حاجه يا بنات، تصلي اول ما تقومي من النوم كده، تفتحي عينك تتوضي وتصلي الصبح لو مش مصليه، والظهر كمان، ولو الظهر ادن عليكي وكده تصليه بالمره. لو صليتي الفجر يبقى الحمد لله خير وبركه. الفجر والله يا بنات ساعات انا لما يعني ببقى صاحيه كده اصلي الفجر كده بحس براحه نفسيه رهيبه. فقمت كده عملت لي كوبايه نسكافيه، وكانت الاولاد لسه ما يعني اليوم ده ما كانش قاسر عنده درس، قاسر عنده الدروس 3 ايام في الاسبوع بس. فرحت مشغله كده بقى القران ومشغله بخور، ورحت بقى قاعده على الركنه كده، شربت كوبايه النسكافيه وانا بطبق الغسيل، وقعدت شويه. بعد كده بقى قمت، هم قاموا فطروا كده، ورحت بقى ايه، نزلت جبت حاجات من السوق وطلعت، بس الصراحه مصورتهاش لان كانت حاجات بسيطه.
و بعد كده بقى رحت قلت ايه اكنس كده لما اطرح ما انا يعني ما اكلوا كانوا اكلين بسكوت واكلين شيبسي وكده. رحت عامله الاوضه بالمكنسه بالكهرباء، اخدتها ونضفت بقى غرفه النوم. غرفه النوم ان شاء الله هنعمل فيها روتين عميق، لان يعني يا بنات احنا لسه طالعين من دور ربنا اللي علم بيا. كل صحابي وحبايب قلبي اللي هيدخلوا الفيديو دوت وهيسمعوني عارفين انا كنت متدمره، كان صوتي متدمر. انا كنت الفيديوهات دي معايا اصلا من بقالها كام يوم، يعني انا معايا كذا فيديو مش ما كنتش عارفه اسجله خالص. كان برد بسخونيه، كان الفيروس بقى ده رجعلي بس اتقل بقى، كان رجعلي تاني بس اتقل، انا والولاد بكحه بوجع دماغ بصداع بدوخه. كنا متدمرين، انا كان صوتي متدمر، ما كنتش بقدر اتكلم، ما كنتش بقدر ان انا اعمل اي حاجه في البيت خالص الا حاجات خفيفه خالص. يعني الايام اللي انا الفيديوهات دي انا كنت مصوراها لو تفتكروا، قلت لكم انا عملت الاكل وهنزله لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. انا بقى من اليوم دوت بالليل حسيت احساس غريب قوي، حسيت ان الدنيا كلها بتلف بيا، حسيت ان جسمي كله وجعني، عايزه انام، جسمي كله مهمد ومكسر. فالمهم ان انا كنتش قادره. هو الدور الاول جالي يونس، بعد كده جالي انا، بعد كده آسر، بعد كده بابانا. كنا احنا كلنا يعني البيت كله الحمد لله اللهم لك الحمد كنا تعبانين قوي قوي. فيعني احنا لسه كده بنستعيد صحتنا، لسه زوري واجعني برضو. انا بتكلم معاكم كده بحاول ان انا اعلي صوت شويه في الفيديوهات، لان حبيبه قلبي سمسم قالت لي صوتك كان واطي في الفيديو المره اللي فاتت. فانا بحاول كده ان انا ايه هتكلم كده. فادعوا لنا ان ربنا يا رب كده يعني يطلعنا من اللي احنا فيه، ويفك كربي ويفك كرب اي حد يا رب كده. ويا رب بدعيلكم من كل قلبي النهارده كده اليوم مفترج، ربنا يعني يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، ويكبر خاطركم ويكبر خاطري، ويحقق لي كل اللي بتمناه، ويحقق لكم اللي انتوا بتتمنوه. وطالبه من اي اخت دخلت الفيديو، اي اخت داخله قناتي وبتتفرج على الفيديو في صمت، اكتبي لي لو كومنت واحد شجعيني، لان انا بجد في الضياع. انا بجد اقسم بالله يعني لسه سمسم حبيبه قلبي ومرمر بيقولوا لي انت مش بتنزلي فيديوهات ليه؟ رديت قلت لهم ماليش نفس انزل فيديوهات، عشان انا يعني القناه تحس ان هي مفيش يعني المشاهدات واقعه، الحاجه واقعه. انا عارفه ان انا مش بنزل كل يوم، بس والله العظيم في قنوات اصلا مش بتنزل الا غير مرتين في الاسبوع، يعني مرتين في الاسبوع بينزلوا، وانا عماله اجي على نفسي واقول معلش عشان تخلصي الساعات بتاعتك، عشان تخلصي الدنيا اللي انت فيها دي كلها. معلش مش مشكله، السلم يعني انت مش بتطلعيه مره واحده، انت بتطلعي، ولو نزلتي اشتغلتي تحت هتتمرمطي ومعاكي ولدين. فالمهم يعني انا ايه اللي هو بصبر نفسي، بس بقول ماشي الحمد لله. فانا والله مش بوجع دماغكم خالص. فما صدقت اللي هما اليومين التعب دول كانوا يعني نفسيتي اللي هو ارتاحت شويه من القناه، بس في نفس الوقت صليت برضو استخاره، قلت يا رب لو هي خير ليا قدمها لي، ولو هي شر ليا ابعدها عني القناه. عشان يعني والله يا بنات يعني اللي هم اصحاب القنوات عارفين الكلام دوت، ان القناه اصلا تعب نفسيه. يعني غير ان احنا بنتعب في الروتين، غير ان احنا بنتعب الرينج لايت كده. وطبعا معايا عيال يعني صغيره، غير لما يبقى معاكي يعني اولاد كبار طبعا بيتعبوا وكده. بس لو بتصوري ممكن يوقعولك التليفون بالرينج لايت، ممكن يعني مثلا يحصل حاجه وانت بتصوري غصب عنك حاجه تقع عليهم كده، فبتبقي مخلي بالك قوي قوي. فده تعب قوي، تعب نفسي وتعب جسدي. تعب نفسي في ايه يا بنات؟ ان انت كل شويه تدخلي مفيش مشاهدات، الساعات واقفه، المتابعين واقفين مش بيزيدوا، ولو زادوا واحد قال له واحد، ساعات بيقلوا بالاتنين وبالتلاته، ويزيدوا بالواحد، مثلا ممكن واحد في الاسبوع. فاللي هو النفسيه متدمره صفر. كمان يعني انا مش بشاركه معاهم، كل بيت وليه حكايه، وكل بيت بابه مقفول عليكي وليه حكايه. فاللهم لك الحمد على كل حاجه. انا حبيت بس ان انا اوضح لاخواتي وحبايب قلبي، انا كنت غايبه ليا عن القناه بقالي كده فتره صغيره، يعني مش كبيره قوي. المهم بقى اكلنا كده اللهم لك الحمد، كان الاكل سكر. وعملت بقى الفراخ بالطريقه دي كده بالخلطه، وبعدين دخلتها الفرن، عملت رز ابيض، وقالت لي الاولاد بطاطس محمره، لان هما لما دخل عليهم دور العيا ما كانوش بياكلوا خالص، كانوش بياكلوا نهائي. ولغايه النهارده يونس مش بياكل، يونس عايز سوائل بقى. فبعمل له بقى عصير برتقال بالجزر، بعمل له
بعمل سوائل، بعمل ليمون بالعسل الصبح النحل، واحط وميه دافيه كده واشربها لهم عليه عشان الكحه الجامده اللي عندنا دي. حتى انا امبارح كنت هنزل الفيديو يوم الجمعه، ما قدرتش اسجل من الكحه اللي كانت عندي. النهارده اللهم لك الحمد الكحه هاديه شويه معايا. فبس بقى كده بعد ما خلصت الاكل ورحت بقى اكلتهم، قلت اغسل المواعين مع حبايب قلبي وامسح كده الرخامات. والنهارده كده الروتين كان يعني سهل كده معاكم وبسيط، وانا عايزاكم بقى تتشجعوا معايا وتقوموا كده واكتبوا لي في الكومنتات فيديوهاتي بتعجبكم ولا ايه، ولا إيه؟ انا بحاول اطول الفيديوهات على قد ما بقدر، وبحاول ان انا مثلا ما ازهقكمش مني واخليها 12 دقيقه و13 دقيقه عشان برضو ما تزهقوش، واصحاب الباقات والكلام من ده. فاكتبوا لي برضو في الكومنتات حاجه كده يعني تشجعوني واجبروا بخاطري، ماشي. فعلى قد ما تقدري بقى خلي بالكم من الفيروس اللي ماشي دوت، لان الناس كلها تعبانه من الفيروس دوت. فيا رب كده يحفظكم ويحفظ اولادكم. وحبيت بس انبه عليكم ان نخلي دايما برتقان في البيت، ليمون، فيتامين سي اللي هو الاقراص دوت ليكي انتي، ودوبيه في ميه واشربيه، لان بجد الجو تعب قوي، والجو فيه كميه تعب رهيبه. فالمهم معلش بقى لو في صوت كده او كده من اوسه، فهو واقف معايا وانا بسجل. فالمهم كده حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا كده تخلي بالكم من اولادكم، تخلي بالكم من نفسيتكم، من صحتكم. لان انا كمان تكسير الجسم ده لما رحت للدكتور وكده قال لي ده غلط من عندك انت اللي ما بتاخديش فيتامينات عشان الرضاعه، ده غلط. انا ولا باخد فيتامين، ولا باخد فيتامين د، ولا باخد اللي هو الكالسيوم والحديد والحاجات اللي هي بتاعت اللي قبل الولاده ديت، كان المفروض ان انا اخدها. فاللي هو قال لي لا انت غلطانه، المفروض انت كنت خدتيها عشان خاطر دي اللي مأثره على جسمك، دي اللي مخليه دايما جسمك تعبك ووجعك وبشرتي مجهده. ويعني بصوا يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، انا احسن من غيري بكتير. فبرضه ما تهمليش في نفسك، مش عشان خاطر يعني توفري على صحتك وعلى بيت، على صحتك وعلى نفسك عشان بيتك، لا. زي ما انت ما بتدي لبيتك حقك وبتدي لاولادك ومثلا وبتدي لكل حاجه في الدنيا دي حقها، لازم تدي لنفسك انت كمان حقك. وانا لسه والله هنزل اشتري الفيتامينات والحاجات، فلو حابين ان انا اكتب لكم الحاجات اللي الدكتور كتبها لي او انزل لكم الروشته برضو تستفادوا فيتامين د واللي هو الاقراص اللي انت كنت بتاخديها في الولاده اللي هي بتاعه الكالسيوم والحديد وقال لي خدي اوميجا 3. بس انا عايزه اسال سؤال لبنات انا استساله له، اوميجا 3 دي انا سمعت ان انت لما بتاخديها ممكن تكون بتزود الوزن، فهل صح ولا غلط الكلام ده؟ قولوا لي برضو في الكومنتات. خلصت بقى هنا الرخامات وخلصت كل حاجه ومسحت كده وغسلت المواعين. وانا كنت قبلها بيوم بقى يعني قبلها بيوم وكده كنت بقى غاسله الرخامات بقى زي ما انتم كنتوا شايفين معايا لما كنت جبت الخضار والفراخ وكده. كنت غاسله الرخامات وكنت غاسله يعتبر كنت عامله المطبخ كله. والمطبخ يا بنات الدواليب والحاجات دي انا والله العظيم بعملها مع نفسي عشان خاطر يونس لما بطلع بقى الحاجه بيبقى قاعد على الارض وكده، فما بقاش عايزه احط الرينج لايت. فالمهم بقى ومسحت البوتاجاز ومسحت كده العيون. دايما خلي ايدك على عيون البوتاجاز، دايما خلي ايدك على ازاز البوتاجاز كده عشان دول اكتر حاجه بيبقوا ايه ملطخين. بس انا مسحت كمان التلاجة لان التلاجة كان هي سودة فبيبان عليها اللي هي التلطيخات والحاجات دي. فانت دايما كل لما بتلاقي بيتك عايز يتنضف وكده نضفيه، هتلاقي نفسيتك بتتحسن، هتلاقي انت من ذات نفسك قاعده مرتاحه ما وراكيش اي حاجه، هتلاقي دنيتك كلها مرتبه، وهتلاقي نفسك كده يعني انا ما ورايش حاجه اعملها هقوم اعمل ايه. هتقومي من النوم لو انت مروقه بيتك من بالليل، هتقومي من النوم تلاقي الدنيا فل شمعه منوره. لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسيش بالله عليكي تحطي اللايك. اللايك مش بيكهرب، فحطي اللايك كده لاختك وتشجعي كده مع اختك يلا، واعملي اللي وراكي. لو الفيديو ده ظهر لك الصبح او بالليل فشجعيني بكلمه حلوه. مسكت بقى كده من جنب البوتاجاز الحيطه دي كده عشان بعمل الاكل فتحس ان الدهون بتبقى عليها، فروحت كده غسلها برضو بالليفه. مسحت بقى الرخامات كده واي حاجه كانت تقابلني في المطبخ، سيراميك اي حاجه كان عايز يتمسح مسحته كده. وكنست بقى المطبخ، بس كنت حاسه ان المطبخ كده ان انا كنست في الفيديو اي حاجه عشان كانوا العيال قاعدين على الرخامه جنبي، كنت خايفه يونس يقع كده ولا كده، فنزلتهم بقى ورحت كنسه تاني الارض وعملتها بالشرشوبه. فالنهارده انا ما حكيتش قصه في الفيديو، كان نفسي قوي احكي لكم قصه في الفيديو دوت، بس هحكي لكم قصه صغيره كده على السريع.
كان في واحدة دايما كده يا بنات تقوم من النوم تحس ان بيتها دايما مكركب، وان هو ملخبط كده، وكل حاجة مش في مكانها، ويعني وان هي دايما نفسيتها مش متحسنة بسبب بيتها. فاول بقى ما عملت ايه، ان هي بدأت تنظف وتعمل كل حاجة وتغسل وكده من غير ما تقول ان هي لازم تكون فاضية عشان تنظف بيتها. بدأ بقى بيتها يبقى نظيف ونفسيتها تحسنوا مع بعض. جملة واحدة بس اللي هقولها لك، النظافة بس مش شكل، النظافة راحة ونور في القلب قبل ما يكون في البيت. وطبعا احنا دايما بنقول النظافة من الايمان، وزي ما انت كمان نظيفة في بيتك لازم تكوني نظيفة في نفسك، في اولادك. لازم يكون ليكي روتين عناية ليكي انت، تجيبي مثلا حاجات لنفسك للعناية بجسمك، ومثلا بادي سبلاش، حاجات كده لنفسك كده تروقي كده على نفسك بيها. بعد بقى كده ما خلصت المطبخ، شكل المطبخ اهو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون عند حسن ظنكم. اشوفكم في فيديو جديد، روتين جديد. ما تنسوش تحطوا لايك لاختكم. مع الف سلامة، باي باي.